العربيه دي مش موجهه لاي حد، ولكن في 5 ظروف معينه لو انت عندك ظرف منهم انصحك بشده تجيب العربيه دي. حرفيا ارخص عربيه في مصر، بروتون ساجا موديل 2026 المجمعه محليا في مصانع سويدي عز العرب، وثمنها 650 الف جنيه بس. اول حاجه لو انت معاك بس 650 وما عندكش استعداد تزود جنيه واحد العربيه اللي انت هتجيبها، فساعتها هقول لك هات العربيه. تاني حاجه بقى، لو انت عندك ولدين توأم والاثنين داخلين نفس الجامعه، فالاحسن تجيب لهم العربيه دي عشان توفر فلوس مواصلاتهم، وكمان دي هتوفر لك في فلوس البنزين. تالت حاجه بقى، لو انت عايز تجيب عربيه بالقسط وتشغلها في ابلكيشن التوصيل، العربيه دي مناسبه جدا علشان مصاريف القسط بتاعها قليل، فهتعرف تحصله من الربح بتاعها، وكمان موفره في استهلاك البنزين، فهتعرف تشغل التكييف للعميل وهيديك تقييم كويس. رابع حاجه بقى، لو انت اتخنقت من زن مراتك اللي عايزه كل شويه عربيه، هات لها يا عم العربيه دي، عربيه هتوفر معاك في استهلاك البنزين، هتخليها تودي العيال النادي، توديهم التمرين، الدنيا هتبقى حلوه، توفر معاك في البنزين، وحتى لو خبطتها يا سيدي قطع غيارها هتعرف تجيبها من على نون، هتجيلك لحد البيت، هتريح دماغك. اما بقى لو بنوتك الصغيره لسه بتتعلم السواقه، فالعربيه دي حلوه جدا ليها، عربيه صغيره هتعرف تركنها براحتها، هتعرف تتحرك من غير ما تتوتر، ويا عم لو خبطتها هتصلحها، ولو بعد كده اتمكنت من السواقه بيع لها العربيه دي وهتلاقي عربيه اكبر. فلو انت عندك ظرف من ال5 ظروف اللي انا قلتهم دول، انصحك تجيب العربيه. ولو تعرف واحد صاحبك عنده ظرف من الظروف دي، ابعت له الفيديو، وما تنساش تعمل لي لايك وشير. سلام.